يا مساء الحلقات صديقي، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. طلاب اولى ثانوي، كملنا معاكم او هنكمل معاكم رحلتنا في شرح المنهج على قناتنا على اليوتيوب. زي ما وعدتك ان انت بعد ما شرحنا الدرس التمهيدي وفهمنا النقاط الرئيسيه في الدرس التمهيدي ان انا هكمل معاك رحلتك وهنكمل شرح في المنهج. والنهارده هنبدا باول درس في المنهج اللي هو الكربوهيدرات. الجزء اللي هنتكلم فيه النهارده هو موضوع جديد اسمه الاساس الكيميائي للحياه، وده هنتكلم فيه عن جزيئات بيولوجيه كبيره اتكلمنا فيها الحصه اللي فاتت واديتك مقدمه عنها وعرفتك يعني ايه بلمره ويعني ايه جزيء بيولوجي والكلام ده كله. فالنهارده هنتكلم عن اول نوع من الجزيئات البيولوجيه الكبيره اللي هي كربوهيدرات. فركز معايا الله يبارك لك، وانا قبل بس ما ابدا اشرح هنوه لك على كام حاجه. رقم واحد، انا هتلاقيني حاطط في الخلفيه كتاب الامتحان. اشمعنى؟ لان هو اكتر كتاب متوافر عند كل الناس. بما اني هشتغل يوتيوب مش هشتغل على النص عندي او اشتغل على حاجه خاصه بطلابي، فمش هشتغل من مذكرتي، هشتغل معاك من الكتاب اللي هو متوافر وسهل ان انت تلاقيه، سواء بتاع السنه دي او السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت، الثلاثه كلهم نفس الستاند، مفيش اي حاجه مختلفه. تمام. وفي نفس الوقت هو يفي بالغرض بشكل كامل. يعني انت لو معاك كتاب الامتحان واشتغلت معايا وتابعت معايا هتلاقي الدنيا معاك 100 فل و10، والمعلومات الاساسيه اللي انت محتاج تعرفها بدون اي تجويد هتلاقيها موجوده معاك. فعشان كده هتلاقيني في الظهر معايا كتاب الامتحان وبشتغل عليه. تاني حاجه، مش ده الغرض الرئيسي على فكره، الغرض الرئيسي حاجه هقولها لك دلوقتي تاخد بالك منها في كل المواد، الا وهي ايه؟ الذاكره التصويريه. انا دلوقتي هشرح لك من كتاب الامتحان، فانت تروح تذاكر من كتاب الامتحان. لو انا شرحت لك من المذكره تروح تذاكر من المذكره. لو انت بتشوف الشرح من الكتاب الفلاني لازم تذاكر من الكتاب اللي اتشرح لك فيه، لسبب انت دماغك بتربط المعلومه بالحاجه اللي بتشوفها فيما يسمى بالذاكره التصويريه. لان انت لما بتسمع الشرح او بتفهم حاجه فانت بتفهمها بكل اعضاء الحس عندك، بتفهمها بودانك لما بتسمع المعلومه، بتفهمها بعينيك لما بتشوفها، تمام كده خلاص، وتشوف الرياكشنات بتاع المدرس. خلاص، فاحنا هنا بنعتمد على فكره الذاكره التصويريه، وان انت لما تذاكر من كتاب الامتحان اللي اتشرح لك منه هتربط كل معلومه سمعتها بجزئيه في الكتاب. عشان ما اطولش عليك يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. بما ان احنا هنتكلم عن بوليمر جزيء بيولوجي كبير، فتعالى نعرفك عليه. اول جزيء معانا هو الكربوهيدرات. تمام. الكربوهيدرات من مسماها كربوهيدرات يعني كربون وهيدروجين، يعني جزيء عضوي، ولكن جزيء عضوي مميز. ليه مميزات بتميزه عن بقيه الجزيئات العضويه الثانيه. عندنا عيله النهارده هندرسها وهنعرف تفاصيلها، هنعرف نسبها، هنعرف خصائصها، هنعرف اهميتها، هنعرف افراد العيله دي ايه اللي هي عائله الكربوهيدرات. كلمه كربوهيدرات كربون هيدروجين اكسجين، هي كده كربوهيدرات، مركبات كربوهيدراتيه، يعني مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين والاكسجين فقط لا غير. طب واحده واحده كده بالراحه. الكربوهيدرات بيقولوا عليها سكريات، يعني ما تستغربش لما اجي في مره وتلاقيني بقول ايه؟ بقول سكر، لان كلمه كربوهيدرات هي نفس العيله كده بنقول عليها سكريات. نقول سكر الجلوكوز، سكر النشا، الكلام ده كله. فالكربوهيدرات اللي هي السكريات. تعال الاول نتكلم عن تعريف الكربوهيدرات. تعريف هنا احنا هنعرف لك الكربوهيدرات دي هي ايه وايه الحاجات اللي بتميزها. الكربوهيدرات هي جزيئات بيولوجيه كبيره، بوليمر. يعني ايه جزيء بيولوجي كبير؟ قلت لك جزيء بيولوجي يعني جزيء عضوي بيتم تكوينه داخل الخلايا الحيه. كبير هنا كلمه كبير يعني حجمه كبير، في عدد كبير من ذرات الكربون. الجزيء الكبير اللي هو البوليمر ده اتكون في عمليه اسمها عمليه البلمره، عشان كده قلت عليه بوليمر. يبقى الكربوهيدرات بتتكون من خلال عمليه البلمره. طب بتتكون ازاي؟ تتكون من عده جزيئات اصغر اسمها المونيمرات، تتكون من جزيئات صغيره اسمها ايه؟ المونيمر. ايوه، اللي الجزيئات الصغيره دي اتحدت مع بعض، اتحدت مع بعض من خلال تفاعل البلمره. يبقى انا عندي الكربوهيدرات دي بوليمرات اتكونت من خلال عمليه البلمره. اتكونت ازاي؟ من خلال ان كان في مونيمرات ارتبطت مع بعض، حصل ما بينها تفاعل وكونت روابط كيميائيه ما بينهم بعض، فبقوا ايه؟ جزيء كبير اللي هو الكربوهيدرات. طب بالراحه كده واحده واحده. هل المونيمرات هنا مميزه؟ مش اي مونيمر يكون لك كربوهيدرات. بمعنى واحد يجي يقول لك يا مستر طالما كده كده هي اتكونت من عمليه البلمره، فايه رايك نجيب شويه اي مونيمرات وخلاص وندخلهم يكونوا لنا كربوهيدرات؟ اقول لك لا، انت عشان تكون سكر او كربوهيدرات لازم المونيمر بتاعك يكون من نوع خاص. ايوه، ايه هو النوع الخاص ده؟ اسمه السكريات الاحاديه.
وهي ابسط انواع السكريات لانها ايه؟ بتتكون من جزيء واحد، وده كلام هنتكلم عنه قدام. يبقى بالراحه معلش، انا عشان اكون كربوهيدرات كل اللي انا محتاجه ايه؟ اجيب شويه سكريات احاديه وادخلهم في تفاعل بلمره، يتفاعلوا مع بعض ويتكون بينهم روابط فيتحدوا مع بعض ويبقوا جزيء واحد. الجزيء ده بسميه ايه؟ بسميه كربوهيدرات. تمام كده خلاص، بسميه سكر. وهنعرف قدام انواع السكريات. خلاص؟ يبقى سريعا كده، الكربوهيدرات هي جزيئات بيولوجيه كبيره اتكونت من اتحاد جزيئات اصغر. الجزيئات الصغيره دي اسمها مونيمرات، والجزيئات الكبيره اسمها بوليمرات، والعمليه على بعضها اسمها عمليه مين؟ البلمره. طب انا استنتج هتسال ازاي في التعريف؟ ايه السؤال اللي ممكن يجيني في تعريف زي ده؟ يجي يقول لك ايه؟ يقول لك ما هي وحده بناء الكربوهيدرات؟ ايه الوحده البنائيه للكربوهيدرات؟ تقول له السكريات الاحاديه. تمام؟ اي كربوهيدرات في الدنيا لما تيجي تبص عليها تلاقيه بيتكون من سكر احادي، سواء جزيء او اثنين او اكتر من اثنين، فهو في النهايه بيتكون من سكريات احاديه. تمام؟ طيب تاني حاجه يجي يسالني يقول لي مثلا ايه هو مونيمر الكربوهيدرات؟ مونيمر هي نفسها الوحده البنائيه، يعني اللي هي السكريات الاحاديه. خلاص؟ طيب تعالى بقى نشوف الكربوهيدرات امثله عليها. بيقول لك تشمل كل من السكريات والنشويات والالياف. يعني اي سكر فهو تابع للكربوهيدرات. النشويات اللي هي النشا اللي موجوده في الاكل والحاجات دي، اي نوع من النشويات فهو تابع للكربوهيدرات. الالياف اللي هي اللي موجوده في الخيار والقطن والحاجات دي، فدي اسمها برضو تابعه للكربوهيدرات. خلاص؟ فهنا دي امثله على مين؟ على الكربوهيدرات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الكربوهيدرات وعرفنا كمان مصادر الكربوهيدرات، السكريات والنشويات والالياف. طب تعالى بقى بالراحه كده واحده واحده. تمام؟ نتعرف على التركيب الكيميائي. احنا دلوقتي عرفنا عرفنا التعريف. تعالى بقى نتعرف على مين؟ على التركيب الكيميائي. هنتكلم دلوقتي في جزئيه التركيب الكيميائي، ولازم تفهم ان انت اي جزيء بيولوجي كبير هتتكلم عنه لازم تدرس تركيبه الكيميائي. انت عموما هتلاقي في نقاط متشابهه في اغلب الدروس، الاول 4 دروس دول. النقاط المتشابهه هتبقى انت بتتكلم عن التعريف، عن تركيبه الكيميائي، عن التصنيف الداخلي. تمام كده خلاص؟ عن الاهميه، عن الكشف. 5 نقاط بالنسبه لك هيبقوا ثابتين معاك وموضع دراسه. في كل درس بيبقى فيه حاجه جديده او حاجه مختلفه بتتكلم عنها، ولكن ال5 دول هم موضع مقارنه ما بين اول 4 دروس في المنهج. يلا بس انت كده تدخل في التركيب الكيميائي. يلا بينا هناخد صفحه فاضيه لان الجزء ده انا محتاج اشرح فيه شويه حاجات مهمين. اول حاجه بجزئيه التركيب الكيميائي، هو يعني ايه تركيب كيميائي؟ يعني ايه تركيب كيميائي؟ تركيب كيميائي يعني ان انت تعرف العناصر اللي بتكون النوع ده من الجزيئات البيولوجيه. يعني مثلا الكربوهيدرات، اي كربوهيدرات في الدنيا هتلاقي بيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين. اي جزيء كربوهيدراتي ينتمي الى عائله الكربوهيدرات فهو بيدخل في تكوينه كربون، وبيدخل في تكوينه هيدروجين، وبيدخل في تكوينه اكسجين. شرط اساسي مفيش نقاش. طيب وما ينفعش تلاقي كربوهيدرات في اكتر من دول، يعني مش هتلاقي كربوهيدرات في نيتروجين في فوسفور، لا هم كربون هيدروجين اكسجين فقط. وكمان في جزيئات تانية طبعا بيبقى فيها كربون هيدروجين واكسجين عادي جدا، ولكن الكربوهيدرات فيها ميزه ان الكربون والهيدروجين والاكسجين موجودين بنسب متوازنه. يعني مثلا النسبه العامه للكربوهيدرات هي نسبه 1:2:1. ايوه اللي هي دي معلش. يعني ذره الكربون مثلا لو انا جبت كربوهيدرات في 6 ذرات كربون هتلاقي فيه 12 هيدروجين، هتلاقي فيه 6 ذرات اكسجين. يعني انت هنا لو قسمت على 6 فيها ال1، لو قسمت على 6 هتلاقي فيها ال2، لو قسمت على 6 هتلاقي فيها ال1. تمام كده خلاص؟ فهي دي الفكره، ان نسبه الكربون الى الهيدروجين الى الاكسجين ثابته 1:2:1 متقاربه بشكل كبير جدا. ودي ميزه مش موجوده غير في الكربوهيدرات، ومش موجوده بشكل رئيسي غير في السكريات الاحاديه. تمام؟ ركزت معايا؟ فهمتني؟ يبقى انت دلوقتي التركيب الكيميائي للكربوهيدرات كربون هيدروجين واكسجين بنسب محدده 1:2:1. خلاص؟ كل كربونه بتبقى مرتبطه بهيدروجينتين واكسجين. كل كربونه بتبقى مرتبطه بهيدروجينتين واكسجين. كل الكربوهيدرات كده.
وصلت المعلومه؟ وصلت المعلومه. ده اول جزء فين؟ في التركيب الكيميائي. تعال بقى نروح لحته ثانيه في التركيب الكيميائي اللي هي ايه؟ بص ركز كده معايا. الجزئيه دي اللي هي خاصه بالصيغه العامه للكربوهيدرات. هتلاقي وانت بتذاكر في الكتاب كده لقيت مصطلح اسمه الصيغه العامه للكربوهيدرات. ايه الصيغه العامه دي؟ تلاقي كاتب لك ايه؟ CH2O الكل مضروب في N. CH2O الكل مضروب في N. ايه ده؟ يعني ايه؟ مش فاهم انا. بص يا صديقي، فكره صيغه عامه يعني انت لما تيجي تكتب، شفت انت يقول لك ايه؟ احنا اكتبها بحاجه اسمها العامل المشترك في الرياضه. يعني مثلا عندنا الجلوكوز من اشهر الكربوهيدرات C6H12O6. دي صيغه جزيئيه للكربوهيدرات. ايه رايك لو كتبناها بالصيغه دي؟ تقول لي ازاي هتحول الصيغه دي للصيغه دي؟ بسيطه. خد الرقم اللي تحت الكربون عامل مشترك، حطه مكان الN. ادي القوس بتاعنا اهو، وادي الرقم اللي تحت الكربون اهو عامل مشترك. C6 على 6، 6 على 6 فيها الواحد يبقى بسي. H12 على 6، 12 على 6 فيها الاثنين يبقى H2. O6 على 6 هيبقى O1 هتبقى O، يبقى CH2O الكل مضروب في 6. دي اسمها الصيغه العامه، كتابه التركيب الجزيئي بواسطه ايه؟ الصيغه العامه او في شكل صيغه عامه. يبقى انت ممكن تكتب الجلوكوز كده وممكن تكتبه كده. الصيغه العامه دي لو فكرت تطبقها على اي نوع تاني من الجزيئات البيولوجيه مش هتنفع معاك، هي موجوده بس فين؟ في الكربوهيدرات، عشان كده سموها الصيغه العامه للكربوهيدرات. خلاص؟ يبقى انت تكتب الجلوكوز كده عادي جدا، تكتبه كده عادي جدا. يبقى لما اجي اقول لك الصيغه العامه للكربوهيدرات تقول لي CH2O كله مضروب في N، حيث N هنا هي الرقم بتاع مين؟ بتاع الكربون، اللي هو عدد ذرات الكربون. الرقم اللي مكتوب تحت الكربون، مكتوب تحت الكربون 6 يبقى N ب6، مكتوب تحت الكربون 5 يبقى N ب5، مكتوب تحت الكربون 4 يبقى N ب4، وهكذا على حسب الرقم اللي تحت الكربون هو هيكون العامل المشترك بتاعك وهو اللي هيكون قيمه N. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن التعريف واتكلمنا عن الصيغه الايه الكيميائيه او الصيغه الجزيئيه، الصيغه العامه، واتكلمنا عن التركيب الكيميائي. خلاص؟ هنطلع بعد كده نروح لجزئيه ثانيه وهي تصنيف الكربوهيدرات. يعني ايه تصنيف؟ الكربوهيدرات عيله كبيره قوي، في جواها مجموعه من العائلات الصغيره. العلماء حبوا يصنفوا الكربوهيدرات عشان لما حضرتك تيجي تدرسها نسهل عليك دراستها وتقدر تتعرف على نوع السكر اللي قدامك تعرفه تبع ايه، سكريات احاديه ثنائيه معقده، الكلام ده كله، وكمان تبقى نسهل عليك ان انت تتعرف على الخصائص بتاعته. فعمليه التصنيف عمليه مهمه جدا ومهمه قوي عشان نسهل دراسه المركبات البيولوجيه. خلاص؟ طب تعالى نتعرف على تصنيف الكربوهيدرات. التصنيف بتاع الكربوهيدرات بيتم ازاي؟ ركز كده معايا فيه واحده واحده وبالراحه. التصنيف بيتم وفقا للتركيب الكيميائي، لا التركيب الجزيئي، سوري معلش، التركيب ايه؟ الجزيئي. يعني ايه التركيب الجزيئي؟ وايه الفرق ما بينه وما بين التركيب الكيميائي؟ بص يا صديقي، انت لما بتيجي تصنف مثلا، لما اجي اقول لك تعالى صنف لي الفصل ده، تمام الفصل ده والله هصنفه، فهصنف على اي اساس؟ يعني مثلا هصنف الطوال لوحدهم والقصيرين لوحدهم، ولا هصنف على اساس المستوى العلمي ده شاطر ده بليد الكلام ده كله، هصنف على اساس الجنس فذكور واناث؟ ما انت لازم تحدد لي بقى هتصنف على اساس ايه عشان ما بقاش الموضوع عشوائي. احنا هنا هنصنف على اساس التركيب الجزيئي. يعني ايه؟ يعني هتشوف والله مثلا لو الجزيء البوليمر ده اتكون من اتحاد جزيء واحد من السكر الاحادي او جزئين، يعني جزيء او اتنين، فده هتسميه سكر بسيط. خلاص؟ لانه جزيء او اتنين بسيط، تركيبه بسيط. اما بقى لو هو اتكون من اتحاد اكتر من مونيمرين، يعني 3 4 5 6 10 مونيمرات، فده اسمه سكر معقد. وكلمه معقد هنا مش معناها ان هو معقد بمصطلح كومبلكس اللي احنا عارفينه، لا، التعقيد هنا معناه ان هو عديد السكريد. يعني ايه عديد؟ يعني بيتكون من عده جزيئات صغيره او عده جزيئات سكر احادي. تمام؟ يبقى انا تصنيف السكريات
تصنيف الكربوهيدرات بيتم وفقا للتركيب الجزيئي، والتركيب الجزيئي هنا معناه عدد المونيمرات الداخله في تكوين المونيمر، يعني عدد الجزيئات الصغيره اللي بتكون لنا البوليمر بتاعنا. لو بيتكون من جزيء واحد او اثنين فهو اسمه سكر بسيط، لو بيتكون من اكتر من اثنين فهو اسمه سكر معقد. نمسك الاول البسيط ونعرف الحاجات اللي بتميزه ونعرف الفرق ما بينه وما بين المعقد. طيب سريعا كده تعال نفهمك الفرق ما بين الاثنين. بص يا صديقي، السكر البسيط سهل جدا تميزه من السكر المعقد. ممكن على فكرة تدوقه بلسانك، هتلاقي ان السكر البسيط محلي غالبا، يعني غالبا هتلاقي طعمه حلو، عشان كده بنستخدمه تلاقيه في الفواكه وتلاقيه في الخضار والحاجات دي، وتلاقيه بنستخدمه عشان نحلي بيه السكر وايه المشروبات والكلام ده كله، فغالبا بيكون محلي. اما السكر المعقد تمام كده خلاص، فهتلاقي ايه؟ ليس له طعم حلو، مش طعمه مش محلي. تمام؟ يبقى انت لو عايز تفرق ميز ما بين الاثنين، دوق بدك تدوق هتلاقي طعمه محلي يبقى ده بسيط، هتلاقي طعم ايه؟ مش محلي مر يعني، هتلاقي يبقى ده ايه؟ معقد. مش ده بس، انت كمان ممكن تستند على الميه في التفسير. ازاي؟ والله بص، جرب تدوبه في الميه، لو داب في الماء يبقى بسيط، لو ما دابش في الميه يبقى معقد. على سبيل المثال سكر القصب، السكر اللي بنحلي بالشاي ده، بيدوب في الشاي عادي جدا، يبقى ده سكر بسيط. تعال امسك النشا اللي في الدقيق، تمام كده خلاص، ودوبها في الميه، مش هتدوب معاك، هتعمل زي العجينه. ايه الفكره؟ لان ده سكر معقد. فالسكر البسيط بيدوب في الميه، وسكر معقد لا يذوب في الميه. تعال بقى للخاصيه رقم 3، وزن جزيئي منخفض. وهنا الوزن الجزيئي مرتفع. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ سوري معلش، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ موضوع بسيط. يعني ايه وزن جزيئي من الاساس؟ موليكولار ويت، الوزن الجزيئي. كل ذره بتدخل في تكوين المركب ليها وزن جزيئي. بس احنا بنفرق ازاي من حيث الوزن الجزيئي ما بين الكربوهيدرات وبعض؟ ببص على عدد ذرات الكربون. الكربون. فالسكر البسيط بيتكون من جزيء واحد او اثنين، يعني في عدد ذرات كربون مش كتير، مش هقول قليل بس مش كتير، فبالتالي وزن الجزيء منخفض مقارنة بالمعقد. المعقد بيتكون من عدة جزيئات، منين؟ من السكر الأحادي. فعشان كده بنقول على الوزن الجزيئي بتاعه ايه؟ مرتفع. ليه؟ لأن في ذرات كربون كتيرة ملحوظة، خد بالك منها قوي. الصفة دي صفة نسبية، يعني الوزن الجزيئي ده صفة نسبية، يعني لما تقارن البسيط بالمعقد فالمعقد وزن الجزيئي أعلى من البسيط بكتير. لكن معلش يعني ما فيش واحد يجي يقول لي ايه، اقول له ايه؟ احنا معانا سكر بسيط هنقارنه بالميه، ده البني ادم اللي بيحفظ بس ما بيفهمش ده. تمام؟ لما تيجي تقول له ايه؟ احنا عندنا سكر بسيط وعندنا ميه، ماء، جزيء ماء، مين فيهم وزن الجزيئي بتاعه مرتفع؟ يقول لك انا خدت في المنهج ان السكر البسيط وزن الجزيئي منخفض، يبقى هو اللي هيكون منخفض، يبقى الماء هو اللي مرتفع. تقول له انت غبي. ليه؟ انت ما دي مش صفه دائمه يا عم الحاج، انا بالنسبه لك طويل، يعني انا اطول منك، فانا كده اخدت صفه الطول، رحت وقفت جنب لعيبه كره سله، هلاقي نفسي انا ايه؟ قزم بالنسبه له. فدي صفه نسبيه، انت بتقارن ايه بايه؟ لما تقارن البسيط بالمعقد فالبسيط وزن الجزيئي منخفض والمعقد وزن الجزيئي مرتفع. لكن لما تقارن اي جزيء بيولوجي، اي جزء عضوي باي جزء اخر غير عضوي، هنا الموضوع يلجا الى مين؟ ان انت لازم تحسب الذرات اللي داخله واللي خارجه والكلام ده كله قبل ما تهب منك وتروح تجاوب. فهمتني؟ يعني انا لو مسكت سكر احادي او سكر ثنائي وقارنته بسكر معقد، فالمعقد اكيد هيكون وزن الجزيئي اعلى. ليه؟ لان فيه كربون اكتر. كل ما الكربون عندك بقى اكتر في الكربوهيدرات كل ما كان وزنك الجزيئي اعلى، لان طالما الكربون زاد الهيدروجين هيزيد والاكسجين هيزيد. تمام كده يا صديقي؟ تمام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا المقارنه ما بين السكريات البسيطه
والسكريات المعقده من حيث الخصائص. تعال بقى نبدا نفصص فيهم ونفصص في تفاصيلهم اكتر واكتر ونتعرف عليهم. بص بقى ركز كده معايا. السكر البسيط نوعين، احادي وثنائي. لو هو بيتكون من جزيء واحد من السكر، تمام، خلاص، فهو اسمه احادي. لو هو بيتكون من اكتر من 2 من جزيئين سكر، فبالتالي ايه؟ ثنائي. يعني لو هو عباره عن جزيء واحد من السكر الاحادي فاسمه سكر احادي. جزيء يبقى احادي، واحد يبقى احادي. اما بقى لو 2 يبقى ثنائي. طب لو 3 4 5 ما تقولش الثلاثي، مفيش حاجه اسمها ثلاثي، فيها اسمها معقد. اللي فيه 3 و4 و5 جزيئات سكر احادي دول كلهم اسمهم ايه؟ معقد. نبدا الاول نتكلم عن السكر الاحادي، بس هرجع في الحته دي بقى ايه؟ للكتاب. هنتكلم بقى عن السكر الاحادي بالتفصيل. احنا عرفنا السكريات البسيطه طعمها محلي، وزنها الجزيئي منخفض، تمام كده، بتدوب في الماء، الكلام ده كله. عرفنا برضه ان السكريات البسيطه احاديه وثنائيه. واحادي يعني تكون من جزيء واحد من السكر، ثنائي يعني تكون من جزيئين من السكر الاحادي اتحدوا مع بعض. تعال بقى نعرف تفصيل الدنيا ماشيه ازاي. نتكلم الاول عن السكر الاحادي. احنا قلنا سكر احادي او مونوسكرايد اللي هو ابسط انواع الكربوهيدرات عموما، لانه بيتكون من جزيء واحد. مفيش ابسط من كده، اكيد مش هيبقى فيه كربوهيدرات بيتكون من النص. هو ابسط حاجه ان هو بيتكون من جزيء واحد. طب هو اي جزيء ينفع يكون سكر احادي؟ لا طبعا ما ينفعش. في قواعد، في خصائص للسكر الاحادي. تعال نعرف الخصائص دي من خلال التعريف. بيقول لك تتكون من جزيء واحد فقط، امين، عشان كده سموه سكر احادي. يتكون من سلسله، بص ركز معايا معلش، من ذرات الكربون. ايوه السلسله دي مالها؟ فيها من 3 ل 6 ذرات كربون. يعني ما ينفعش يكون السلسله فيها اكتر من 6 ولا فيها اقل من 3. يعني ما تجيبليش كربونتين وتقول لي هعمل بيهم سكر احادي او دول يعتبر سكر، ما ينفعش. لازم يكون سلسله من ذرات الكربون، ولازم يكون السلسله دي فيها من 3 ل 6، يعني مش اقل من 3 مش اكتر من 6 ذرات كربون. يرتبط بكل منها الاكسجين والهيدروجين بطريقه معينه، يعني كل كربونه في السلسله دي مرتبطه بهيدروجين وباكسجين، لذلك تعد السكريات الاحاديه ابسط انواع السكريات. لا انا عايزك توقف هنا معلش كده وتركز في الكلمتين اللي هقولهم دول، عشان حته السطرين دول فيهم شرح كتير. تعال نشرحهم. ناخد بس ايه، تمام، حته كده ايه، وايت بورد، ونروح للصفحه فاضيه. تمام، ركز بس معايا. بص يا صديقي، احنا بنقول سلسله من ذرات الكربون المتتاليه. يعني ايه؟ يعني تلاقي مثلا السكر الاحادي لو فيه 4 ذرات كربون تلاقيهم مرتبطين ببعض، كربونه مرتبطه بكربونه مرتبطه بكربونه مرتبطه بكربونه. انت فاهمني؟ اللي هم ال4 ذرات كربون مرتبطين. ما تلاقيش كربونه هنا وكربونه هنا ووسطهم اكسجينه بتقطع السلسله بعد كده كربونه. لا دي غلط، دي ما تنفعش تكون سكر احادي. تمام، انت فاهمني؟ دي ما تنفعش ايه؟ تكون سكر احادي. وصلتك المعلومه؟ ليه هي كده؟ ده ما ينفعش يكون سكر. ليه؟ ذرات الكربون مش متتاليه. يبقى اول شرط في في السكر الاحادي ان هو سلسله ذرات الكربون تكون متتاليه، يعني السلاسل تكون مرتبطه ببعض. ال6 ذرات كربون او ال5 او ال4 او ال3 ذرات كربون يكونوا متسلسلين في بعض. ده رقم 1. رقم 2، ركز كده معايا، ان عدد ذرات الكربون في السلسله ما يقلش عن 3 وما يزيدش عن 6. يعني الكربون هنا مثلا في 4، كويس، هنا مثلا في 3، مفيش مشكله. طب في 2، لا 2 ما تنفعش، دي غلط. ما تنفعش تكون ايه؟ سكر احادي. ليه؟ احنا اشترطنا مش اقل من 3 ذرات كربون ومش اكتر من 6 ذرات كربون. خلاص؟ طب رقم 3، خد بالك بس عشان هنا معلومه وفي قياس عليها بقى، بما انك نظام جديد فانت عارف يعني ايه قياس. تعال انا افهمك القياس. انا دلوقتي قلت لك معلومه، قلت لك ان ذرات الكربون ما تقلش عن 3 وما تزيدش عن 6، وبناء عليه ذرات الهيدروجين ما تقلش عن 6 وما تزيدش عن 12. تقول لي اشمعنى؟ لان دايما الهيدروجين ضعف الكربون. فلو مثلا مسكنا ابسط سكر احادي بيتكون من 3 ذرات كربون، ما فيش اقل من كده. طب انت عارف ان القانون اللي انت اخدته من شويه ان 3 كربون يبقى 6 هيدروجين، يبقى اقل سكر احادي فيه 3 كربون واقل سكر احادي فيه 6 هيدروجين
واقل سكر احادي فيه 3 ايه اكسجين. يبقى عدد ذرات الكربون في السكر الاحادي الواحد من 3 ايه ل6. عدد ذرات الهيدروجين في السكر الاحادي من 6 ل 12. عدد ذرات الاكسجين من ايه من 3 ل 6. فهمتني؟ وصلتك المعلومه؟ طيب تعالى بقى نروح لحته ثانيه، وهي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان ذره الكربون بترتبط بالهيدروجين والاكسجين بطريقه معينه. كل ذره كربون من دول هتلاقيها مرتبطه بهيدروجين واكسجين. ولو عايز تشوف مثال ارجع كده للمثال ايه اللي فات ويتكلم عن مين؟ عن السكر الاحادي. بص كده، ده سكر، ده جزيء جلوكوز. اكبر لك الصوره اهو، اكبر لك الصوره. تعالى ركز كده معايا معلش. بص كده، بص يا صديقي، دي ذره كربون واحد اهي، ادي 2 3 4 5. طبعا انت مش ملزم تعرف الصيغه دي بس انا بشرح لك عليها. ادي دول 5، ادي 6، يبقى 6 ذرات كربون. يبقى ده ينفع يكون سكر احادي. الشرط الاول اتحقق. الشرط الثاني ان ذرات الكربون دي تكون متسلسله. بص، 1 ب2 و2 ب3 و3 ب4 و4 ب5 و5 ب6. الشرط الثاني اتحقق اللي هو تسلسل ذرات الكربون. الشرط الثالث ان الكربون يكون مرتبط بالاكسجين والهيدروجين. اول واحده اهي مرتبطه بهيدروجين ومرتبطه باكسجين. تقول لي بس دي او اتش. الاو اتش بتتكتب كده، او مرتبطه باتش، يعني الكربونه مرتبطه بمين؟ بالاكسجين. تمام؟ طيب الكربونه الثانيه ادي او وادي اتش، الكربونه الثالثه ادي او وادي اتش، الكربونه الرابعه ادي او وادي اتش، الكربونه الخامسه. تمام كده خلاص، ادي اتش اهي وادي او اهي. انت فاهمني؟ يعني مرتبطه باو باتش. الكربونه السادسه هتلاقيها كده سي اتش 2 او اتش. دي هي بتتكتب كده اختصارا لكن هي في الاساس شكلها كده سي دبل بوند او. تمام كده خلاص. سوري ولا ايه؟ معلش. سي اتش، طبعا هنا في السي اتش 2 اللي هي او اتش اتش، دي اللي هي السي اتش 2 ودي الاو اتش. فهي مرتبطه هنا باكسجين ومرتبطه هنا بهيدروجين. يبقى كل ذرات الكربون مرتبطه بهيدروجين واكسجين. عدد ذرات الكربون في السلسله من 3 ل 6. سلسله ذرات الكربون متتاليه. يبقى انت كده حققت شروط ابسط انواع السكريات اللي هو السكر الاحادي. يبقى طالما انطبقت عندك الشروط دي يبقى انت بتتكلم عن جزيء سكر احادي. خلاص، يبقى احنا فهمنا يعني ايه سكر احادي، فهمنا الشروط والخصائص لجزيء السكر الاحادي بتكون شكلها ازاي. تمام يا صديقي؟ تمام. تعال بقى نتعرف على مين؟ على السكريات الاحاديه او الامثله اللي عليك في المنهج على السكريات الاحاديه. خلاص؟ طيب عندك بشكل اساسي هم 4 امثله. الاربع امثله دول اول سكر منهم اسمه سكر الريبوز، وده سكر نووي. سكر الريبوز ده سكر ايه؟ نووي، يدخل في تركيب الاحماض النوويه. تمام؟ ده سكر خماسي الكربون. يعني ايه؟ يعني في 5 ذرات كربون، وطالما انت عارف طالما في 5 كربون يبقى 10 هيدروجين و5 ايه؟ اكسجين، يبقى 5 اتش 10 و5. ده اسمه سكر الريبوز. تمام؟ طيب الجلاكتوز، جلاكتوز تمام كده خلاص، جاي من اللاكتوز، وده لانه سكر بيدخل في تكوين اللبن. تمام كده خلاص. طيب الجلاكتوز ده بيدخل في تركيب سكر اللبن اللي هو اللاكتوز، عشان كده سموه جلاكتوز. تمام؟ والجلاكتوز ده موجود في الغدد اللبنيه، المكان اللي بيتكون فيه اللبن. طب الفركتوز سي 6 اتش 12 او 6. على فكره الجلاكتوز والفركتوز والجلوكوز كلهم صيغتهم واحده، سي 6 اتش 12 او 6. كلهم، يعني الثلاثه دول كده الصيغه بتاعتهم واحده، سي 6 اتش 12 او 6، الصيغه الجزيئيه. تمام كده خلاص. لكن لما تيجي تفصصهم بقى وتشوف التركيب الشكل الفراغي بتاعهم هتلاقي الشكل الفراغي بتاعهم مختلف. تمام؟ طيب يبقى دول الثلاثه سكريات سداسيه، ده سكر ايه؟ خماسي. الفركتوز بنحصل او بيوجد بكميات كبيره في الفواكه، والجلوكوز بيبقى موجود بكميات كبيره فين؟ في العنب. والجلوكوز يعتبر هو اشهر سكر احادي موجود او منتشر في الحاجات المحيطه بينا او في البيئه او في الغذاء بتاعنا. تمام؟ دي كده السكريات الاحاديه. السكريات الاحاديه دي لو اتحدوا كل 2 مع بعض هيكونوا حاجه اسمها سكر ثنائي، ولو في اكتر من 2 اتحدوا هيكونوا سكر معقد. يعني يعتبر هو وحده بناء لكل انواع الكربوهيدرات الثانيه وكل الكربوهيدرات الاخرى. تعالوا نشوف ازاي السكريات الاحاديه ممكن تكون سكر ثنائي، وازاي بيتحدوا مع بعضيهم، ويعني ايه سكريات ثنائيه. يلا بينا يلا بينا. طيب نروح للسكر الثنائي. نروح لمين؟ للسكر الثنائي.
بيقول لك تتكون من اتحاد جزئين زي ما قلنا كده، جزئين من السكر الأحادي، ده جزيء وده جزيء، واتحدوا مع بعض، حصل منهم ترابط كيميائي، اتكونت ما بينهم رابطه تساهميه، فنتج عن الاتحاد ده ان هم بقوا جزيء واحد اسمه سكر ثنائي. يبقى جزيء السكر الثنائي يتكون من اتحاد جزئين من السكر الأحادي. خلاص، تعال بقى نديك امثله. طبعا انا لسه هشرح لك بقى ازاي يتحدوا مع بعض اساسا والكلام ده كله، بس طول بالك معايا. اللاكتوز سكر اللبن نتج من اتحاد مين؟ جلوكوز مع جلاكتوز، جزيء جلوكوز وجزيء جلاكتوز كونوا سكر اسمه اللاكتوز، وده موجود في اللبن، وده من اهم السكريات اللي هي بتمثل مصدر طاقه للاطفال اللي بترضع. والمالتوز سكر الشعير، ليه سميناه سكر الشعير؟ لان بنستخلصه من الشعير، مصدر بشكل اساسي اللي هو الشعير، عشان كده سميناه سكر الشعير. وده سكر متماثل، يعني بيتكون من جزئين متماثلين اللي هما جزئين جلوكوز. اما السكروز فاسمه سكر القصب، لان موجود بكميات كبيره في القصب، وده اللي بنحل بيه الشاي والعصاير والحاجات دي، وده بيتكون من جلوكوز وفركتوز، يعني جزيء جلوكوز اتحد مع جزيء فركتوز فبكونه ايه؟ جزيء سكروز. خلاص. طيب اللاكتوز مصدره حيواني، يعني بتحصل عليه من اللبن، واللبن ده في الحيوانات. اما المالتوز والسكروز فهم مصدرهم نباتي، يعني بتحصل عليهم من الشعير والقصب، ودي تعتبر نباتات. تمام كده خلاص. يعني ما تقوليش ان الكربوهيدرات فقط مصدرها نباتي، لا، الكربوهيدرات موجوده في النبات وموجوده فين؟ في الحيوان. تمام يا صديقي. طب هنا بقى شكل بيوضح لك جزيء السكروز وازاي الفركتوز اتحد مع مين؟ مع الجلوكوز. بس انا سيبك من دي، انا بس هشرح لك الفكره كلها ماشيه ازاي، وازاي هم اتحدوا مع بعض، ويعني ايه رابطه جلايكوسيديه اساسا اللي هي بتتكون ما بين السكريات الاحاديه. تعالى بس ناخد ايه؟ صفحه فاضيه كده. بص يا صديقي، عشان يتحد اي مركبين مع بعض لازم يتكون ما بينهم رابطه كيميائيه. انت عندك قاعده بتقول تفاعل كيميائي يعني كسر رابط وتكوين رابط جديد. فهو الجزئين دول قبل ما يكونوا ما بينهم رابطه، كل واحد منهم اتكسرت منه رابطه فكونا رابطه ايه؟ جديده. فانا مثلا عندي جزيء سكر احادي هيتحد مع جزيء سكر احادي اخر. عشان الاثنين يتحدوا لازم ده يكسر رابطه، يتكسر منه رابطه، وده يتكسر منه رابطه. واحد منهم مش شرط مين فيه، يعني مش شرط حد معين، يعني بتتكسر منه رابطه، تمام، وبينتج عنها خروج لايون هيدروجين موجب. التاني بتتكسر منه رابطه فبينتج عنها خروج لايون الهيدروكسيل السالب. ده بقى عنده رابطه مكسوره محتاج يكون رابطه مكانها، وده بقى عنده رابطه مكسوره محتاج يكون رابطه مكانها. نتج عن كسر رابطه هنا اتش موجب، نتج عن كسر رابطه هنا اتش سالب. خلاص. طب بالراحه كده واحده واحده. المهم لما اتكسرت الرابط بقى ده مكسور وده مكسور، ده عنده رابطه ناقصه وده عنده رابطه ناقصه. ايه رايك نساهم مع بعض في ان احنا نكمل بعض؟ امين. فيبدا الاثنين يتكون ما بينهم رابطه كيميائيه. تمام كده خلاص. ده بيشارك فيها بايونات وده بيشارك فيها مش عارف ايه. المهم ان هم في الاثنين بيكونوا رابطه كيميائيه ما بينهم هم الاثنين، وبالتالي يكون ده كمل الروابط بتاعته وده بقى مكمل لمين؟ للروابط بتاعته. الرابطه اللي بتتكون دي ما بتكونش رابطه عاديه، الرابطه دي بيبقى ليها اسم مميز. اسمها ايه؟ الرابطه الجلايكوسيديه. الرابطه الجلايكو ايه؟ سيديه. خلاص. الرابطه الجلايكوسيديه. الرابطه الجلايكوسيديه هي رابطه تساهميه تتكون بين السكريات الاحاديه، وبينتج عن تكوينها ايه؟ خروج ايون هيدروجين موجب وايون هيدروكسيل سالب. طب الموجب والسالب دول هيفضلوا ماشيين كده لله في لله؟ لا يا عم، بيتحدوا مع بعض وبيكونوا جزيء ميه. يبقى الرابطه الواحده بتتكون ما بين جزئين. الرابطه الجلايكوسيديه الواحده لما بتتكون بيبقى ليها مخلفات، فيها نواتج ثانويه. النواتج الثانويه لتكون الرابطه الجلايكوسيديه هي ايه؟ هي جزيء ماء. كل رابطه بتتكون بينتج عنها جزيء ايه؟ ميه. يعني انت لما تكون سكر ثنائي فهتخلي جزئين يتحدوا مع بعض، عشان تخليهم يتحدوا مع بعض لازم يتكون ما بينهم رابطه جلايكوسيديه، وبالتالي هينتج عنها خروج جزيء ماء. يعني مثلا عشان اكون 5 جزيئات مالتوز اضطريت ان انا اخلي كام جزيء جلوكوز يتحدوا مع بعض؟ 5 جزيئات مالتوز، كل واحد منهم هياخد 2، يبقى انا محتاج 10 جزيئات جلوكوز.
خلاص؟ يبقى ال10 جزيئات جلوكوز هيتحدوا مع بعض يكونوا كام؟ 5 جزيئات مالتوز. اشوف انا بقولها لك باليمين والشمال اهي. طب بالراحه كده واحده واحده. انا كونت كام رابطه؟ كونت كام رابطه جلايكوسيديه؟ تقول لي يا مستر والله كل جزيء بيتكون في رابطه واحده، يبقى انا عندي 5 مالتوز ب5 روابط. ممتاز. كونت كام جزيء ميه؟ كونت 5 جزيئات ماء، او نتج عن تكوين الروابط 5 روابط 5 جزيئات ماء. فيجي مثلا هنا يسالك سؤال ايه؟ بسيط جدا، يقول لك ايه؟ يقول لك عند تكوين 5 جزيئات مالتوز احسب عدد جزيئات الماء. تقول لي 5 مالتوز يعني 5 روابط يعني 5 جزيئات ماء. خلاص؟ طيب ما ممكن نحط قانون؟ ايه رأيك نحط قانون؟ تعال نحط قانون. القانون بيقول لك ايه يا صديقي؟ ركز كده معايا معلش. القانون بيقول لك ايه؟ عدد جزيئات السكر الثنائي بتساوي ان على الاثنين. ايه هي ان هنا؟ ان عدد المونيمرات اللي هو عدد السكريات الوحيديه. فمثلا انت بقى مثلا انا ادي لك مثال، معانا 10 جزيئات جلوكوز اتحدوا مع بعض عشان يكونوا سكريات ثنائيه. هيكونوا كام سكر؟ ان عدد الجزيئات السكر الثنائي السكر الاحادي ب10، يبقى 10 على 2 فيها 5، يبقى 5 جزيئات ايه؟ سكر ثنائي. طب هيطلعوا كام جزيء ميه؟ ان على 2 برضه 5 جزيئات ماء. هيكونوا كام رابطه جلايكوسيديه؟ ان على 2 5 جزيئات ايه؟ 5 روابط ايه؟ جلايكوسيديه. طب انا دلوقتي مثلا جيت قلت لك ايه؟ انا عندي 5 جزيئات مالتوز، عايز اعرف ال5 جزيئات مالتوز هحتاج لهم كام جزيء جلوكوز؟ اعكس. يعني ايه؟ يعني اضرب المقام في الحاجه اللي بره دي اللي هو 5 جزيئات مالتوز، يبقى 2 في 5 ب10، يبقى انت محتاج 10 جزيئات جلوكوز. خلاص؟ تمام يا صديقي؟ ركز بقى معايا فيه. خلاص احنا كده فهمنا السكر الثنائي. تعالى بقى ندخل في الجزئيه اللي بعد كده. قبل بس ما ادخل في تركايه بسيطه بيلعب عليها بعض الكتب، وهي تركايه الصيغه الجزيئيه. هي طبعا ما بتجيش في امتحان، مش بتاعه امتحانات اساسا، بس هفهمها لك كده بالراحه. خلاص؟ اللي هو انت ازاي تحسب الصيغه الجزيئيه لسكر ثنائي. طيب انا مثلا تعالى نحسب مع بعض الصيغه الجزيئيه للمالتوز. انت لسه واخد معايا دلوقتي ان المالتوز عباره عن 2 جلوكوز. الجلوكوز بتاعي بيبقى ايه؟ C6 H12 O6 هيتحد مع C6 H12 O6. ده عشان يكونوا سكر ثنائي. طيب المفروض ان ده جلوكوز وده جلوكوز فهيكونوا مالتوز. بس تعالى نقول لك على حاجه، المعادله ما بتتكتبش كده، المعادله كده ناقصه. تقول لي ليه؟ اصل في جزيء تاني هيتكون اللي هو جزيء الماء. جزيء واحد؟ جزيء واحد، لان انا ما كونتش غير جزيء مالتوز واحد وما عنديش غير جزئين ايه؟ جلوكوز. طب بالراحه كده واحده واحده معلش. احنا عايزين نحسب صيغه المالتوز. في قاعده اخدتها اللي هي ايه؟ عدد الذرات الداخله في التفاعل يساوي عدد الذرات ايه؟ الخارجه منه. يعني عدد الذرات في المتفاعلات يساوي عدد الذرات في النواتج. يعني مثلا انت عندك في المتفاعلات هنا كم كربونه؟ C6 وC6 C12. عندك كم هيدروجينه؟ 12 و12 24. عندك كم اكسجينه؟ 6 و6 12. جميل، كويس جدا. المفروض ان ده مجموع الذرات بتاعت ايه؟ المتفاعلات هو نفس المجموع بتاع النواتج. طب انا في النواتج ما اعرفش غير 2 في الهيدروجين في الميه و1 اكسجين في الميه. جميل. طب بقيه الذرات راحت فين؟ راحت للمالتوز. انت معاك دخل التفاعل 12 كربونه يطلع 12. الميه ما فيهاش، يبقى الكربون كله في المالتوز، يبقى الكربون ب 12. طيب الهيدروجين 24 دخلوا، خرج منهم 2 في الميه. طب بقيه ال 24 في 22 ذره راحوا فين؟ في المالتوز، يبقى اتش ب 22. طب الاكسجين ب 12 دخل 12 خرج واحده بس في الميه. طب فين بقيه ال 12؟ في 11 ذره تانيين، طالما ما لقيتهمش في الميه هتلاقيهم فين؟ هتلاقيهم في المالتوز O11. تمام؟ وضحت؟ ان بروبلم في الموضوع ده؟
مفيش اي مشاكل والموضوع بسيط. هي دي الطريقه اللي انت بتحسب بيها الصيغه. انت هتكون سكر ثنائي يبقى هيخرج عندك جزيء ميه واحد، فبتكتب الصيغ بتاعه السكريات الاحاديه وبتبدا تطرح من مجموعهم جزيء الميه اللي طالع عندك ده، وهينتج لك ايه؟ صيغه السكر الثنائي. في اي مشكله يا صديقي؟ مفيش اي مشاكل. ركز بس معايا وعيد الحته دي تاني لو انت ما فهمتهاش، يعني ارجع لورا كده وحاول تفهمها وتبسطها على نفسك، وخد المثال ده حله. لو انا عندي 2 سكر احادي C3H6O3 مع C3H6O3، عايزك تحسب لي بقى صيغه السكر الثنائي اللي هينتج، وكمل لي المعادله، اكتب لي النواتج بقى. اكتب لي السكر الثنائي واكتب لي جزيء الميه، واحسبها كده بالراحه وشوف دنيتك هتمشي ازاي. لو انت ما عرفتش تحلها هترجع للجزئيه دي تاني وتقيس على نفس المقياس ده. شوف انا هنا جمعت، اجمع، انا هنا طرحت منهم جزيء الميه، اطرح وشوف الناتج ايه اللي هيطلع معاك. خلاص تمام. ده كده الجزء الخاص بالسكريات الثنائيه والسكريات الاحاديه. كده انت خلصت السكريات البسيطه. تمام. خلاص ندخل بقى على مين؟ على الجزء بتاع السكريات المعقده. جزء سهل جدا وما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. طيب هنا طبعا بيشرح لك تفاعل نزع الميه، واذا ارتبط سكر احادي مع سكر احادي اخر بيتم نزع جزيء مائي، اللي هي عمليه النزع اللي احنا قلنا خروج جزيء ميه اثناء التفاعل لتكون سكر ثنائي تقل بمقدار ذرتين هيدروجين. يعني مثلا انت بتجمعهم مع بعض وتطرح منهم ذرتين هيدروجين وذره اكسجين عشان تجيب صيغه السكر الثنائي زي ما وضحت لك كده. هنا ده فركتوز وده جلوكوز. صيغه السكروز هي C12 H22 O11 وهكذا. تمام. طيب بص ركز بقى معايا. طبعا دور السكريات الاحاديه في عمليه انتاج الطاقه دي هشرحها لك بس مع الاهميه قدام، عشان هي تيجي ما تجيش هنا، تيجي في الاهميه. خلاص تعالى بس نروح لمين؟ للسكريات المعقده. بس قبل ما نروح للسكريات المعقده عايز اجاوب اختبر نفسك. يلا نجاوب اختبر نفسك الاول مع بعض واحده واحده كده ونرتب امورنا. بيقول لك رسم المقابل يوضح عدد ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين في مجموعات متنوعه من السكريات. خلاص جايب لك 4 سكريات وموضح لك عدد ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين. بيقول لك ايه؟ ما نسبة ذرات الكربون والاكسجين والهيدروجين في السكر س على الترتيب. كربون ثم اكسجين ثم هيدروجين. خد بالك من اللعبة، انت في العادة ان انت عارف كربون هيدروجين واكسجين، هو لاعب لك لعبة بقى مختلفة، جايب لك الكربون ثم الاكسجين ثم الهيدروجين. تمام؟ على الترتيب. فين السكر س؟ السكر س اهو. ماله السكر س؟ في كم؟ 4 ذرات كربون. تمام كده خلاص. في 4 ذرات ايه؟ 4 ذرات كربون، وفي 8 ذرات هيدروجين، وفي 4 ذرات اكسجين. تمام؟ يعني C4H8O4 هي النسبة 1:2:1. بس خد بالك هو قال لك ايه؟ كربون اكسجين هيدروجين. الكربون ب1 والاكسجين ب1 والهيدروجين ب2، يبقى 1:1:2. يبقى لعبة السؤال كلها بتكمن في مين؟ في انه بس جاب لك الاكسجين مكان هيدروجين، فبدل ما كانت 1:2:1 هتبقى 1:1:2. فتبقى الاجابة تمام هتبقى د. اي مما يلي يمثل السكر الذي يدخل في تركيب احد الاحماض النووية. بالبلدي كده سكر نووي. انت عارفه اللي هو سكر الريبوز. سكر الريبوز ده فيه 5 ذرات كربون. تيجي هنا عند ال5 اهي، مين اللي فيه 5 اهو؟ صاد. يبقى تبص على صاد كده بالمسطره بتاعتك وتشد تلاقي قصاد ال5 صاد، فتختار صاد لان هو الوحيد اللي فيه 5 ذرات كربون. اي مما يلي يمثل السكر الذي يتواجد ضمن مكونات حليب الام. فحليب الام بيبقى فيه سكر اللاكتوز بشكل اساسي، ده المكون. طبعا في الجلاكتوز بس هو المكون الاساسي اللاكتوز. طب اللاكتوز ده سي كام؟ اللاكتوز ده بيتكون من جلاكتوز وجلوكوز، يعني C6 وC6 يبقى C12. طب مين في دول C12؟ هتيجي عند C12 مفيش غير عين، يبقى هتلاقي عين. طب عين بس ولا س وعين ولا س وصاد؟ هتبقى عين فقط اللي هو سكر اللاكتوز. طب اي المركبات العضويه التاليه يحتوي على اقل عدد من جزيئات الجلوكوز؟ مين في دول في جلوكوز اقل؟ طيب الجلايكوجين سكر معقد في جلوكوز كتير، السليلوز سكر معقد في جلوكوز كتير، و2 جزيء سكر شعير. خد بالك من دي، 2 جزيء سكر شعير. 2 جزيء، كل جزيء فيه 2، يعني 2 و2 4. 3 جزيء سكر قصب. طب بالراحه كده، هو عايز اقل عدد من جزيئات الجلوكوز. خد بالك هنا 2 جزيء سكر شعير،
كل جزيء سكر شعير فيه 2 جلوكوز، يبقى فيه 4، يبقى هنا المجموع 4. سيبك من أ وب لأن مستحيل، لأن دي سكريات معقدة أكيد فيها كتير قوي من الجلوكوز. هنا فيه 4. هنا بقى 3 سكر قصب. سكر القصب الواحد فيه 1 جلوكوز 1 فركتوز، يعني كل جزيء سكر قصب فيه 1 جلوكوز فقط، يعني 3 سكر قصب ب3 جلوكوز، يبقى هنا 3 وهنا 4. مين الأقل؟ مين الأقل عدد؟ هيبقى رقم د، لأن فيه 3 سكر جلوكوز. خلاص تمام. ندخل بقى على السكريات المعقده. طبعا الخصائص بتاعت السكريات المعقده احنا عارفينها، اللي هي ليس لها طعم حلو غالبا، ما بتدوبش في الميه، وكمان وزنها الجزيئي مرتفع. التركيب الجزيئي انها معقده او عديده، يعني بتتكون من عده جزيئات من السكر الوحيد، يعني اكتر من 2 3 4 5 6 10 على حسب نوع السكر. المهم الامثله اللي عليك في المنهج في السكريات المعقده 3 امثله فقط: نشا وسليلوز وجلايكوجين. النشا بتتكون في النبات، والسليلوز بيبقى موجود في الخلايا النباتيه، والجلايكوجين بيتكون في الحيوان في عضلات الانسان، في عضلات الحيوان والكبد. خلاص؟ طيب عشان كده بنقول على ده نشا نباتي، وده كده في بعض الاحيان بيطلق عليه مصطلح النشا الحيواني، لانه مصدره حيوان وهو شبيه في تركيبه بالنشا. تمام؟ وهنعرف قدام ليه. المهم معلومه بسيطه: كل دول بيتكونوا من جلوكوز فقط. يعني النشا في منها انواع كتيره، بس في النهايه كل انواع النشا بتتكون من جلوكوز. لو فيها 5 جزيئات فكلهم جلوكوز، لو فيها 10 كلهم جلوكوز. انت فاهمني؟ نفس الكلام بالنسبه للسلولوز، جلوكوز فقط. المونيمر الوحيد اللي بيدخل في تكوينه هو الجلوكوز. نفس الكلام بالنسبه للجلايكوجين، هتلاقيه بيتكون من عده جزيئات من الجلوكوز. ده كده السكر المعقد. هندخل بعد كده على الخصائص، بس قبل الخصائص نحل اختبر نفسك. ندخل على اختبر نفسك. فبيقول لك في اول سؤال اي الاختيارات. طبعا السؤال ده خليه في اخر الفيديو هتلاقيه لما نشرح الاهميه بتاعه الكربوهيدرات. بيقول لك في رسم البيان المقابل ما المركب اكس. طبعا جايب لك 3 مركبات وبيقارن ما بينهم من حيث درجه الذوبان في الغرفه. طبعا احنا عارفين ان المركبات اللي درجه ذوبانها منخفضه هي السكريات المعقده، اما السكريات البسيطه فهي درجه ذوبانها مرتفعه. اكس درجه ذوبانه مرتفعه، اذا هو سكر بسيط. لما تيجي تبص على الاختيارات مين هنا سكر بسيط؟ مفيش غير السكروز، النشا، السلوز، جلايكوجين، سكريات معقده درجه ذوبانها منخفضه جدا. سؤال 3: أي مما يلي لا يعطي مونيمرات متماثلة عند تحلل معين. يعني إيه؟ يعني لما تدوبه في المية هتفكك للسكريات وحدين. طب لا يعطي مونيمرات متماثلة، يعني المونيمرات بتاعته لما يتفكك مش هتبقى شبه بعض. مين في دول؟ هندخل بقى في جزئية الأهمية، ولما تيجي تتكلم على الأهمية فأنت درست خصائص ودرست مش عارف تصنيف وإلى آخره، فأنت هتتكلم على أهمية، فحاول تركز عشان اللعب كله في الحتة دي. أهمية الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بتمثل لك إيه؟ ليه بنفطر كربوهيدرات؟ ليه؟ اولا انت العيش اللي انت بتاكله ده فيه كربوهيدرات، الرز فيه كربوهيدرات، المكرونه فيها كربوهيدرات، كل الاكل اللي انت بتاكله، انت معظم مكونات الفطار والغداء والعشاء الروتين بتاعنا في الاكل كربوهيدرات. طب ايه الفكره؟ ليه الكربوهيدرات مهمه جدا في الاكل؟ وليه لازم تاكل كربوهيدرات 24 ساعه؟ تعال انا افهمك ليه يا صديقي. اولا لان الكربوهيدرات مصدر اساسي، ايوه كده ارفع لك البتاع شويه، مصدر اساسي للحصول على الطاقه. ايوه، يعني ايه مصدر اساسي؟ يعني جسمك لما يعوز يحرق ويحصل على طاقه فيروح يحرق مين؟ الكربوهيدرات في الاول. طب ما في ليبيدات وفي بروتينات وفي مش عارف ايه، هو ليه بيروح الكربوهيدرات؟ ليه الكربوهيدرات تعتبر المصدر الاول والاساسي للطاقه؟ لانها سريعه في الحصول على الطاقه، هي بتدي له طاقه بسرعه، مش لسه هيستنى يكسر ويحول ومش عارف ايه عشان يحصل على الطاقه. لا، هي بالنسبه له بروح الكربوهيدرات اخد طاقه سريعه. تمام، اخد احرق جزيء الجلوكوز، اخد 38 جزيء ATP، وهشرح لك التحويله دي دلوقتي. المهم الجسم بيعتبر الكربوهيدرات مصدر اساسي للطاقه. ليه؟ لانها سريعه في الحصول على الطاقه. تمام كده خلاص. طب ومش كده بس، كمان ده لما يعوز يخزن طاقه، لما يعوز يعمل مخزون من الطاقه هيحطه في صوره كربوهيدرات. زي مثلا النبات بيعمل بناء ضوئي مش عارف ايه والكلام ده كله، بيكون كربوهيدرات. ايوه، هو عايز يخزن طاقه بقى، مش ضامن هو يعمل 24 ساعه بناء ضوئي، وحضرتك مش بتاكل 24 ساعه يعني، فانت لازم تبقى عندك مخزون للطاقه عشان منين ما تحتاج له تحصل عليه. النبات لما بيعوز يخزن الكربوهيدرات، يخزن الطاقه، بيخزنها في صوره كربوهيدرات. طب ما الكربوهيدرات انواعها كتيره، انهي صوره بقى؟ نشا ولا جلوكوز ولا سيلولوز ولا جلايكوجين ولا سيلولوز ولا انهي صوره من صور الكربوهيدرات اللي بتخزن؟ النبات لما بيخزن كربوهيدرات بيخزنها في صوره نشا.
طب بيخزنها في صوره ايه؟ نشا. يعني تلاقي ان ورقه النبات كده متخزن فيها نشا، ساق النبات فيها نشا. ايه الفكره؟ مخزون. لما ما يكونش فيه بناء ضوئي او لما يقعد فتره مثلا ما يحصلش على طاقه، فبالتالي يبدا ايه؟ يستخدم من المخزون بتاعه ويحول النشا لجلوكوز ويحرق الجلوكوز ويطلع طاقه. انت فاهمني؟ طب الحيوان بقى والانسان لا، بيخزنوا الكربوهيدرات بطريقه مختلفه، بيخزنوه في صوره ايه؟ جلايكوجين. تمام كده خلاص. يبقى النشا هي السكر التخزيني بتاع النبات، اما الجلايكوجين هو السكر التخزيني بتاع مين؟ بتاع الانسان والحيوان. طب بيخزنوا، حط الجلايكوجين ده فين؟ يا اما في الكبد يا اما في العضلات، في الكبد والعضلات. خلاص. يبقى يخزن النبات الكربوهيدرات في صوره نشا، خزن الانسان والحيوان الكربوهيدرات في صوره ايه؟ جلايكوجين. النشا هنا بتتخزن في خلايا النبات عموما، اما في الانسان والحيوان بيتخزنوا في خلايا الكبد والعضلات. تمام. الجزء رقم 3 بناء الخلايا. الكربوهيدرات لها دور في تكوين الخليه. لما تدرس في الباب الثاني تركيب الخليه هتعرف ان في حاجه اسمها جدار خلوي يحتوي على سكر السلوز، تكوينه من الياف السلولوز. فهو هنا الكربوهيدرات لها دور في تركيب الخليه. لبعض اجزاء الخليه مثل السلوز الذي يدخل في تركيب الجدار الخلوي. كمان الغشاء الخلوي. الغشاء برضه هتدرسه في الفصل الثاني. لما تدرسه وتدرس سيتوبلازم الخليه هتكتشف برضو ان فيها كربوهيدرات، سواء الغشاء او البروتوبلازم. البروتوبلازم ده اللي هو النواه والسيتوبلازم والحاجات دي بتاعت الخليه، ودي هنعرفها تفصيلا قدام. يبقى الكربوهيدرات في منها كربوهيدرات تخزينيه اللي هي النشا والجلايكوجين، وفي كربوهيدرات تركيبيه يعني بتدخل في تركيب الخليه زي السليلوز. تمام كده؟ طب باقي بقى دور مهم جدا هنشرحه قبل ما نتكلم عن الكشف اللي هو اخر نقطه، يعني اللي هو ازاي طريقه الحصول على الطاقه من الكربوهيدرات. ازاي بنحصل على طاقه من الكربوهيدرات؟ لازم ناخد صفحه فاضيه كده عشان نروق عليك الكلام. بص يا صديقي، قبل ما ابدا اشرح لك طريقه الحصول على الطاقه من الكربوهيدرات لازم تكون فاهم كويس جدا ان الرابطه الكيميائيه، عمليه تكوين الروابط، لما تعوز تكون رابطه بتخزن جواها طاقه. لما تعوز تحصل على الطاقه دي بقى تكسر الرابطه. زي ما انت مثلا تروح البنك تقول له انا عايز اعمل وديعه، يقول لك عشان تعمل وديعه لازم تحط فيها فلوس. حطيت فلوس جوه الوديعه، طب انت دلوقتي عايز فلوس تروح ايه؟ تكسر الوديعه. اهو احنا كده تكوين الروابط هو عباره عن استهلاك طاقه، بتخزن طاقه جوه الروابط دي. لما تعوز بقى تحصل على الطاقه تكسر ايه؟ الروابط. هو ده بالظبط، احنا بنحصل على الطاقه من المركبات الايه؟ الكيميائيه عن طريق كسر الروابط، فتحصل ايه؟ تطلع طاقه. لما نعوز نخزن طاقه فبنكون ايه؟ روابط. خلاص؟ طيب في مركب مهم جدا اسمه الاي تي بي. اي تي بي. ايه الاي تي بي ده؟ ايه اختصار لكلمه ادينو زين، ودي اختصار لكلمه تراي. تراي دي يعني ثلاثي، ودي ارقام لاتينيه على فكره. الارقام اللاتينيه اللي هي ايه؟ ام اختصار كلمه مونو يعني احادي، وداي يعني ثنائي، وتراي يعني ثلاثي. تراي. البي دي اختصار لمجموعه فوسفات اللي هي بي او 4 فوسفات. فادينوزين ثلاثي الفوسفات يعني مركب الادينوزين بيرتبط بثلاث مجموعات فوسفات. لو اعتبرت ان ده ادينوزين فهو مرتبط بثلاث ايه؟ مجموعات فوسفات. تمام؟ مركب الادينوزين ده معاه اخوه اسمه سوري ولا ايه؟ مركب الاي تي بي ده مع اخوه اسمه اي دي بي. اسمه ايه؟ يعني في اي تي بي وفي اي دي بي. ايه الاي دي بي ده؟ زيه زي الاي تي بي، بس الفكره كلها ان هو ايه؟ في مجموعتين فوسفات بس. في برضه اي ام بي. اي ام بي ادينوزين مونوفوسفات، وده بيحتوي على مجموعه ايه؟ فوسفات واحده بس. يبقى انت عندك اي ام بي في مجموعه فوسفات واحده، واي دي بي في مجموعتين فوسفات، وفي اي تي بي في ثلاث مجموعات فوسفات. طب انا ليه بتكلم عن المركب ده؟ هتعرف دلوقتي لما اشرح لك طريقه الحصول على الطاقه من الكربوهيدرات، وهتعرف اهميه المركب ده واحده واحده كده ايه؟ وبالراحه ركز كده معايا. امسح بس ايه؟ السبوره. حضرتك بتاكل الكربوهيدرات، تاكلها بقى في صوره سكريات بسيطه ومعقده والكلام ده كله، تعملها عمليه هضم، وبعد كده يحصل امتصاص فتدخل في الدم. الدم يوصلها للخلايا، تدخل بقى السكريات الاحاديه جوه الخلايا. في حاجه اسمها الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي اللي هي المكان اللي احنا بنعمل فيه عمليه الاكسده. تمام؟ طب بيحصل ايه؟ بيدخل مثلا الجلوكوز
جلوكوز بقى C6H12 و6 ومش عارف ايه كربون وهيدروجين واكسجين ومليان روابط كيميائيه كتير. يحصل ايه بقى؟ يتفاعل الجلوكوز مع الاكسجين في عمليه تسمى عمليه الاكسده الخلويه. ما هو اي تفاعل مع الاكسجين اسمه اكسده. عمليه الاكسده دي بينتج عنها تكسير لبعض روابط مين؟ الجلوكوز، فيبدا يتحول الى يدينا بقى ايه؟ يدينا ثاني اكسيد كربون ويدينا ميه. طيب الروابط اللي اتكسرت دي نتج ان حولت لي الجلوكوز من جزيء كبير الى جزيئات بسيطه اللي هي ثاني اكسيد الكربون والميه. وكمان ضيف على ده كله بينتج طاقه زي دي انرجي، طاقه حراريه، تطلع حراره بقى من كسر رابط. ما انت كسرت رابط فبالتالي لازم يطلع عندك ايه؟ حراره. الطاقه اللي بتنتج دي تمام ما ينفعش تتنقل، بنواجه صعوبه في نقلها وتخزينها. طب عايزين نحولها لصوره يسهل نقلها وتخزينها، نحولها لمين؟ لاي تي بي. طب ازاي تحول طاقه لاي تي بي؟ مفيش حاجه اسمها حول طاقه لاي تي بي، في حاجه اسمها اخزن الطاقه في روابط الاي تي بي. طب دي اعملها ازاي؟ بص يا صديقي، هتجيب جزيء اي دي بي اهو، ادي الاي وادي مجموعتين الفوسفات، وهتجيب مجموعه فوسفات حره اهي مش مرتبطه بحد. انت نتج عندك طاقه العديد من الكالوريز، تعمل ايه بقى؟ تاخد الطاقه دي وتبدا تكون بها روابط عشان تخزنها جوه الرابط. ما احنا قلنا عايزين نخزن طاقه فنخزنها جوه مين؟ الرابط. فتبدا تكون رابط ما بين جزيئات الاي دي بي ومجموعات الفوسفات، فينتج عن ده ايه؟ اي تي بي، تخزين. تمام؟ ينتج عن ده ايه؟ اي تي بي. يبقى انت دلوقتي كونت جزيئات ايه؟ اي تي بي. فهمني ولا مش فهمني؟ يبقى انت دلوقتي انتجت الطاقه من الجلوكوز، وعشان تسهل عمليه النقل والتخزين خزنت الطاقه دي جوه جزيء مين؟ الاي تي بي. طب يا مستر انا بقى بنتج الطاقه عشان استهلكها، ايه اللي يخليني اخزنها؟ لا يا حبيبي، ما انت لازم عشان تخزنها، لازم عشان تنقلها وتسهل عمليه نقلها من مكان لتاني جوه الخليه، وتسهل عمليه تخزينها برضو. لو انت جزيء الجلوكوز الواحد يا جماعه بيديك الطاقه اللي بتنتج من جزيء الجلوكوز الواحد بتتخزن في 38 جزيء اي تي بي. فانت كميه الطاقه كبيره مش هتستهلك دي كلها دلوقتي، فانت لازم ايه؟ تحولها الاول لاي تي بي، واللي انت محتاجه استهلكه واللي مش محتاجه خزنه. طب هستهلكه ازاي؟ عادي جدا، زي ما حضرتك كونت الرابطه تمام، لما تعوز بقى تحصل على الطاقه اكسر الرابطه، فهيرجع تاني الاي تي بي الى اي دي بي ومجموعه الفوسفات هتتحرر. فهنا عمليه ايه؟ انتاج طاقه او استهلاك طاقه. يبقى تحويل الاي دي بي لاي تي بي تخزين طاقه، تحويل الاي تي بي لاي دي بي هو عمليه استهلاك طاقه. هتخزن طاقه، خزنها جوه الروابط، هتحصل على الطاقه اكسر ايه؟ الروابط دي. تمام؟ طب اشمعنى لازم تحول الطاقه دي لاي تي بي؟ عشان سهوله النقل والتخزين، عشان كده بيسموا الاي تي بي اللي هو عمله الطاقه في الخليه. هدي لك مثال بسيط على يفهمك فكره الاي تي بي بالراحه خالص. تخيل معايا ان انا اديتك ذهب، الذهب ده قيمته بالجنيه مثلا 1000 جنيه، بس اديتك قطعه ذهب قيمتها 1000 جنيه، وقلت لك خد يا عم ال 1000 جنيه دي، بس اديتها لك ذهب بقى. فانت تروح ايه؟ هتلاقي ان انت مثلا عشان تروح للبائع تقول له انا عايز تشتري طلبات وتحاسب بالذهب صعبه شويه. انت عشان تنقل حته الذهب دي وتحطها مش عارف فين برضه في صعوبه في تخزينها. انت نفسك عشان تتحرك بحته الذهب دي مش سهله، مش سهل انت تحطها في جيبك، مش سهل انت فاهمني. فانت هنا واجهت صعوبه في النقل والتخزين. انا عايزك بقى تتخيل مع ان قطعه الذهب دي هي الانرجي الكالوريز اللي طالعه منين؟ من اكسده الجلوكوز. طب عايزين بقى نحولها لصيغه نسهل نقلها لما نعوز ننقلها من مكان للتاني ونخزنها بسهوله. نعمل ايه؟ نحول الذهب دي لفلوس، عمله ورقيه، نسهل ايه؟ نقلها وتخزينها. عشان كده اطلقوا على الاي تي بي عمله الطاقه في الخليه، وبقى يقيسوا كميه الطاقه المستهلكه بالاي تي بي. خلاص؟ تمام؟ طب يا صديقي كده انت فهمت الحكايه؟ بس الحكايه ما انتهتش، هتلاقي في شويه لعب كده حلوين، بس ركز معايا. انا دلوقتي هتكلم عن النبات. خلاص؟ هتكلم عن النبات. النبات بيعمل بناء ضوئي، يكون كربوهيدرات وبيحول الكربوهيدرات دي لنشا. لما يعوز يحصل على الطاقه بيبدا يحول النشا لجلوكوز.
بعد كده بيعمل اكسده للجلوكوز ويطلع طاقه. الطاقه دي بتتخزن جوه الاي تي بي. الاي تي بي لما الخليه تعوز طاقه، تمام، بيبدا يديها الطاقه للخليه. تمام، ركز بقى معايا معلش. لما اجي اقول لك ايه، اكتب ورايا الكلام ده كله معلش مهم. المصدر المباشر للطاقه في الخليه. مين اللي بيدي الخليه؟ تعالى بس انا فاهمك كلمه مباشر وغير مباشر. بص يا صديقي، انت هتروح تاخد فلوس من بابا، فبابا ادالك الفلوس، انت اخدتها منه يدا بيد، ده اسمه ايه؟ بابا هنا مصدر مباشر للفلوس. لا، انت رحت قلت لماما انا عايز فلوس، فماما راحت قالت لبابا اسمه ايه ده، عايز فلوس، فبابا ادى ماما وماما اديتك. مين مصدر المباشر للفلوس؟ ماما، اللي انت خدت منها يدا بيد. طب مين المصدر الغير مباشر للفلوس؟ بابا. انت فاهمني؟ هي دي نفس الفكره. تمام، هي اللعبه في كده. المصدر المباشر للطاقه في الخليه، مين يدي الخليه طاقه؟ اي تي بي، فالاي تي بي هو المصدر المباشر للطاقه. مين اللي كنا مخزنين الطاقه في صورته؟ يعني مين الصوره المباشره لتخزين الطاقه؟ الاي تي بي. فالمصدر المباشر او المخزون المباشر للطاقه في الخليه هو الاي تي بي. طب سؤال بقى، مين المصدر الغير مباشر للطاقه في الخليه؟ الاي تي بي هو اللي ادى الخليه، ده المصدر. مين بقى اللي ادى الاي تي بي؟ الجلوكوز. فالجلوكوز هنا مصدر غير مباشر للطاقه. طب مين المخزون الفعلي بقى، مش المخزون المباشر، الفعلي بقى للطاقه في الخليه؟ مين اللي بيتخزن وبيقعد فتره طويله؟ النشا. تمام، ده بالنسبه لمين؟ للنبات. لما تكون بتتكلم عن النبات. لما تكون بتتكلم عن الانسان فهي نفس الفكره، المصدر المباشر هو والمصدر الغير مباشر هو، لكن الاختلاف بيكون ايه؟ ان انت بتشيل النشا دي وتحط مكانها ايه؟ جلايكوجين. خلاص، فبقى المخزون الفعلي بدل ما كان نشا بقى ايه؟ بقى المخزون الفعلي هو الجلايكوجين. خلاص، دي اهم لعبه بتتلعب عليك في الجزئيه دي. طيب نرجع بقى تاني معلش. خلاص، للجزئيه دي ندخل بقى في يعتبر النشا والجلايكوجين من الكربوهيدرات التخزينيه، بينما ايه؟ السلوز من الكربوهيدرات التركيبيه. لماذا تعتبر السكريات من اهم مصادر الطاقه للكائن الحي؟ ليه بنعتبرها مصدر مهم؟ عشان فيها طاقه اعلى؟ طبعا الكلام ده غلط، انا لسه قايل لك عشان هي اسرع، فتبقى الاجابه ايه؟ ج. طيب اي مما يلي يعتبر من الكربوهيدرات التركيبيه؟ تركيبي يبقى السليلوز، فتبقى الاجابه السليلوز فقط. اما الجلايكوجين والنشا فهما كربوهيدرات تخزينيه. نرجع للسؤال اللي احنا سبناه قبل كده عشان ما تقولش ان احنا بنسيب حاجه. بيقول لك اي الاختيارات يصلح كمسار لانتاج الطاقه داخل خلايا مين؟ نبات. ايوه، لا معلش كده، نبات. يبقى اولا تبدا من النشا. عادي ممكن تبدا من النشا او الجلوكوز بس الاول يعني، بس هنا ما ينفعش. بص كده، امسك معايا واحده واحده عشان ايه؟ طريقه الاستبعاد ودي هنعودك عليها في حصص الحل. اي تي بي يدي الجلوكوز غلط، ما ينفعش الاي تي بي يدي الجلوكوز. الجلوكوز يدي الاي تي بي ماشي. طب النشا يدي الاي تي بي برضه غلط، لان اللي بيدي الاي تي بي طاقه هو الجلوكوز. جلوكوز يدي نشا، مفيش مشكله عادي، الجلوكوز لما بنخزنه بنحوله لنشا، مفيش مشكله. النشا تتحول لجلوكوز، مفيش مشكله، لما نيجي بعد كده نكسر النشا بتحولها لجلوكوز. انت دلوقتي النبات بيعمل بناء ضوئي فبيكون جلوكوز، الجلوكوز ده بيتخزن في صوره نشا، بعد كده بناخد النشا دي نحولها تاني لجلوكوز لما نعوزها وقت ما نحتاجها، بعد كده بنديها ايه؟ للاي تي بي. فجيم تنفع بناء ضوئي، تخزين، تكسير، اكسده بسيطه. جلوكوز نشا الاي تي بي ما ينفعش النشا تدي الاي تي بي بشكل مباشر، غلط، فبالتالي ده المستبعد. تبقى الاجابه الصح ايه؟ هي ج. تمام يا صديقي، نروح بقى لاخر نقطه في الدرس وهي الكشف. نكشف عن مين؟ عن السكريات. اولا هو يعني ايه كشف؟ يعني ايه كشف؟ الكشف الكيميائي هو عباره عن ان انت عندك محلول مجهول ما تعرفش ايه مكوناته، فبتبحث عن مكون معين. الماده س انا عايز اعرفها موجوده ولا لا. طب انت هتعرف ازاي؟ كل ماده بيبقى ليها حاجه اسمها الكاشف الكيميائي. الكاشف الكيميائي ده بيعمل ايه؟ بتحطه على المحلول بيبقى ليه لون مميز، لو اداك اللون المميز ده يبقى الماده اللي انت بتبحث عنها موجوده، لو فضل لون الكاشف زي ما هو لم يتغير يبقى الماده اللي انت بتبحث عنها غير موجوده. تعال نشوف بس الموضوع ماشي ازاي. هنكشف الاول عن السكر الرحالي. جاب انابيب، سيبك من الانابيب دي كلها ما يخصكش،
احنا عايزين انبوبه فيها محلول مجهول. خلاص، انبوبه فيها ايه؟ محلول مجهول. ونجيب كاشف اسمه كاشف بندكت الازرق. بص كده، انت هتروح للراجل بتاع المواد الكيميائيه تقول له ايه؟ تقول له انا عايز كاشف بندكت الازرق. هيديك كاشف كده ازازه فيها سائل كده لونه ازرق اسمه كاشف بندكت. بندكت ده العالم اللي هو اكتشفه، وازرق عشان لون الكاشف نفسه ازرق. وهات المحلول بتاعك، المحلول المجهول بتاعك، وحط له كاشف بندكت، هيفضل ازرق، المحلول كله هيبقى لونه ازرق. طب معنى كده ان مفيش سكريات احاديه؟ لا، طول بالك. بعد ما تحط في المحلول بتاعك كاشف بندكت، النقط بتاع كاشف بندكت، والمحلول كله يبقى لونه ازرق، هتجيب حمام مائي. واحد يقول لي يعني ايه حمام مائي يا مستر؟ بص يا صديقي، شفت انت لما تيجي تسلق الخضار، بتجيب حله وتحط فيها ميه وتحط ايه الخضار جوه الحله دي وتحطه على النار، هي دي نفس الفكره. بنجيب احنا هنا بتاعه ميه اسمها ده حمام مائي، اللي هو عباره عن حله فيها ميه. اقولها لك بالبلدي، حله فيها ميه عشان الاسم بس ايه المعملي بتاعها. تمام. وفي ناس بتتكل لنا على الواحده، ما يهمكش، المهم ان ايه حله فيها ميه. تمام. وتحط الحله دي على النار بالميه بتاعتها، وبعد كده تحط الانبوبه اللي فيها كاشف بندكت والمحلول المجهول جوه ايه الحله دي، وتسخن لمده 3 4 دقائق. بعد كام دقيقه كده هتبص ايه؟ لون المحلول بدا يتحول الى اللون البرتقالي. لو بعد التسخين لون المحلول اتحول لبرتقالي، يبقى السكر الاحادي موجود في المحلول ده، يبقى المحلول ده بيحتوي على سكر احادي، يبقى من مكوناته سكر احادي. طب لو فضل المحلول حتى بعد التسخين ازرق، يبقى هنا النتيجه سلبيه، وهنا مفيش اي سكريات احاديه. يبقى انا بجيب محلول مجهول، احط عليه كاشف بندكت الازرق، واحطه في محلول في حمام مائي، واسخن، وانتظر بعد التسخين. وانا بسخن كده انتظر في التسخين دقيقه 2 3، اشوف المحلول لونه بيتحول ولا ما بيتحولش. فضل زي ما هو، يبقى مفيش سكر احادي. طب اتحول لونه اللون البرتقالي، يبقى النتيجه ايجابيه وهناك سكر احادي. تمام. يبقى كاشف بندكت لونه الاساسي ازرق، ولما يكون في سكر احادي لون النتيجه الايجابيه بتاعته بيكون ايه؟ برتقالي. وكل ما زاد غمقان اللون البرتقالي، ده دليل على ان السكريات الاحاديه موجوده بكميه اكبر. كل ما اللون بقى غمق اكتر، ده دليل على ان تركيز السكريات الاحاديه مرتفع. خلاص، ده كده الجزء الخاص بالكشف عن مين؟ عن السكريات الاحاديه. تمام. اهو محلول الجلوكوز لون الكشف هيتغير لبرتقالي. تمام. اما محلول النشا والزلال البيض والحاجات دي كلها ما فيهاش جلوكوز. تقول لي يا مستر النشا ازاي ما فيهاش جلوكوز؟ لا، النشا لما بتتهضم بتدي جلوكوز، لكن لو حطيت النشا وحطيت عليها بندكت مش هيديك اي حاجه، لان هي نشا هنا بتتعامل كانها نشا، وبتتفاعل كانها نشا وليس ايه؟ جلوكوز. خلاص؟ طيب تعال بقى نروح للكشف عن مين؟ عن النشا. في النشا طالما انت غيرت الماده هتغير الكاشف. بنستخدم كاشف اسمه كاشف اليود البرتقالي. الكاشف اليود صبغه اسمها صبغه اليود كده بيبقى لونها برتقالي. نفس الفكره، بتجيب انبوبه فيها محلول مجهول وتحط كاشف اليود بتاعك. لون المحلول بيبقى برتقالي. بعد ما ابدا كده من غير ما تسخن، هنا مفيش تسخين، في السكر الاحادي كان لازم تسخن، لكن هنا بدون تسخين بتبص تلاقي اللون اتحول لازرق. لو لون المحلول اتحول لازرق بعد اضافه الكاشف اليود، يبقى هنا في نشا. لو ما تحولش وفضل زي ما هو برتقالي، يبقى مفيش نشا. خلاص، يبقى بندكت بيكون لونه ازرق وبيديني لون برتقالي لو في سكر احادي، اما اليود بيبقى لونه برتقالي وبيديني ازرق لو فيه نشا. خلاص، كل ما درجه غمقان اللون كانت اعلى، ده دليل على ايه؟ ان تركيز المحلول او تركيز الماده اللي انت بتكشف عنها مرتفع. خلاص؟ تمام. في اي مشكله في الكلام ده؟ ده كده اخر جزء معانا في حصه النهارده، شرح الكربوهيدرات. رتم سريع شويه بس عشان الدرس ده انا عارف ان انت اساسا هنحل فيه كتير قوي، فهتيجي فيه داتا كتير قوي في الحل. بس اللي عايز اقوله لك ان احنا بفضل الله ما سيبناش حاجه واحنا بنشرح، فعايز اقول لك ذاكر كويس، هدي رتمك شويه في المذاكره عشان رتم الفيديو نفسه سريع، فانت بطئ الصوت واسمع الجزئيه اللي انت محتاج تسمعها بهدوء، وسيب اي كومنت ليك. تمام كده؟ محتاج سؤال ولا حاجه، فتابعنا على الفيس وتابعنا على المنتدى بتاعنا على اليوتيوب، وانتظرنا في اللي جاي. اللي جاي كله دنيا فيه هتكون تمام طول ما انت متابع الجينوم. مش هقول لك ما تنساش اللايك والسبسكرايب على رأي الجماعه الخلايجه، بس عادي مفيش مشكله طالما استفدت، ده الاهم بالنسبه لنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.